Learn Photoshop Illustrator and After Effects with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. النهاردة تاني درس معانا. هنعمل درس اسمه ريد مود. الدرس ده بيتكلم عن ان ازاي انك تستخرج لون وسط حاجة. يبقى مثلا حاجة بلاك اوف وايت، يبقى الحاجة دي مثلا هي الحاجة الوحيدة الحمراء مثلا، او هو اسمه ريد مود، بيبقى حاجة حمراء. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، الثلاث صور دولت او الصورتين. هنبدأ بقى، يلا بينا في صورتنا. انا جايب صورة كده اهوت لعربية فراري. تمام. هذا الاصل بتاعها. هعلمكم ازاي ان انتوا تخلوا. اولا الموضوع سهل جدا، عبارة عن مثلا لو الحاجة حمراء، هنبدأ اول حاجة لو عليك جسم احمر، كل اللي هتعمله سولكت. السولكت هي اللعبة في السولكت كلها. تمام. هنبدأ بالعربية من هنا. بسم الله. طبعا انا بحب اعمل سولكت او اي سelection او اي حاجة بالبين تول. طبعا في ادوات تانية كتير، بس انا بفضل البين تول. انا كنت حاطط درس البين تول، اللي عايزه هتلاقيه في الصفحة، او يخش على اللينك اللي محطوط هنا. هو زي ما انتم شايفين عملت سيلكت. تمام. هناخدها كوبي بره اللاير. هتضغط كنترول وسي، وبعد كده تضغط كنترول وفي. طريقة تانية ممكن وانت في السلكت، تمام، تعمل كليك يمين كده، تعمل دبل كيت، بس هو الافضل كنترول سي كنترول في. تمام. بقى معانا اهو زي ما انت شايف كده، العربية بقت لوحدها والخلفية لوحدها. تمام. نيجي على اللاير الاصلي ونسميه WB BG، يعني كتسمية، عشان انت لو مثلا شغال في حاجات كتير هيعمل معاك ان انت لازم تسمي كل حاجة عشان تحفظ انت عملت ايه. ونحولها ابيض واسود في طريقتين. ممكن تيجي على ال adjustment tool، واللي مش عنده ديت بيختار حاجة اسمها photography، بس هي بتبقى موجودة دايما تحت اللاير. او ممكن تجيبها من image adjustment. اهم حاجة انك تكون بس مختار اللاير adjustment، هتلاقي hue solution. تمام. زي ما انت شايف، بس انا بحبها من هنا عشان تبقى فوقها لاير اهو، كان عشان تضيف لاير للحاجة يعني. hue solution. تمام اهو، اللي هي بلاك. طبعا انتوا شايفين ان هي خلاص، بس طبعا ما ينفعش ان احنا نحط صورة ويبقى فيها الحتة ديت لون وده لون. هنضطر ان احنا نظبط العربية هنا. هنعمل برضو سيلكت هنا. نقفل السيلكت، نعمل ميكس سيلكشن. تمام. في بقى ان انت ممكن عشان احنا عايزين نعمل ده وده مع بعض، مش هنعمل ده لوحده وده لوحده، فانت ممكن تسيب السيلكشن زي ما هو ونشتغل في ده بالبين تول الاول. تمام. تمام. عشان تعمل، انت دلوقتي اخترت بالبين تول بس، معاك سيلكشن هنا اهو. عشان تدمج يبقى في اتنين سيلكشن مع بعض في لاير واحد، بتضغط بس الشيفت، تفضل ضغط على الشيفت كده اهو زي ما انا ضاغط دلوقتي، بتضغط كليك يمين، ميكس سيلكشن. اوكي.
هتلاقي الاتنين بص عملوا ازاي تاني اهو. انت عملت الباث اللي انت عامله ده وعايز تعمل عليه سelection مع ده عشان الاتنين يبقوا مع بعض، ميبقاش ده لوحده وده لوحده. تفضل ضاغط شيفت، تضغط كليك يمين، ميك سelection. اوكي زي ما انت شايف ان اهو لما اجي اعمل الهي سوليوشن في الحته دي بس اهو، واقلل السوليوشن خالص زي ما انت شايف كده دلوقتي اهو، نظام الريد مود. تمام. انت ممكن كمان ممكن تخلي الراجل ذات نفسه كمان لو عايز يعني تخليه ابيض واسود، بس هو يعني مش لازم، بس عادي اهو. مثلا نعمل كده شكل كروكي عليه اهو، ده لو حبيت يعني. مش هتبقى باينه اساسا ان هو يعتبر اللي ممكن يتلعب عليه يبقى وشه الجزء ده كده. نيك سelection، هي سوليوشن، خليه ابيض واسود هو كمان زي ما انت شايف كده. ده الريد مود لما يكون معاك جسم احمر يعني عادي. في صورة تانية انا كنت عاملها للراجل ده. تمام. نفس الفكرة، يمكن هنا برضه هتبقى برضه نفس الموضوع. ديت الناس اللي هي ممكن تعملها بروفايل بيكتشر تبقى حلوة، بيبقى لابسين بدل او زي كده زي في اعلان فودافون. تمام. نفس الفكرة في التانية، بس انا حبيت ابدأ بالتانية واعمل دي كمان بالمرة عشان الناس اللي مركزتش في الاولى تركز في دي شوية. ميك سelection، انا عملت في الباص هنا نعمل كنترول سي كنترول في، ونيجي هنا نفس النظام تحدد فوق صوابعه كده. تاخد كنترول ترجع لللاير ده، تاخد تعمل ميك سelection الاول، كنترول سي كنترول في، تحول ديت للسوليوشن تقلل خالص اهو زي ما انت شفت. بس الموضوع سهل جدا ومش محتاج. وان شاء الله باذن الله الدرس اللي جاي هنخش في الافتر افكتس شويه، واتمنى يكون الدرس ده عجبكم. هعلمكم الدرس الجاي ان شاء الله انك ازاي تعمل الريد مود ده بس في فيديوهات، انك تعمل اديت على الفيديو بحيث انه يبقى ريد مود، يبقى في فيديو متحرك مثلا ويبقى في عربيه معديه او حاجه تخلي العربيه دي بس هي اللي حمراء والباقي هو الاسود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتمنى يكون الدرس عجبكم. بس كده خلاص.